أهلا بكم معايا في قصة وحكاية جديدة. يا ريت قبل ما نبدأ نصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا طلقت مراتي بعد 11 شهر بس من الجواز، أقل من سنة بالظبط. قالت لي كلمة من هنا وحسيت إنها دفنتني صاحي. قالت لي ببرود: أنا مش قادر أكمل معاك العيشة دي، أنا عايزة راجل طبيعي مش راجل نص نص. الكلام نزل عليا زي الصعقة، كسرني من جوايا كسر مفيش راجل يتحمله. ما قدرتش حتى أجادلها أو إن أنا أعاتبها. الكلام كان حامي وقاسي وبيجرح في الرجولة، واللي قهرني وزاد عذابي عذاب إنها ما خلتش حد ما يعرفش. فضحتني وسط طوب الأرض، وبقى اللي يسوى واللي ما يسواش يبصيلي بصة ناقصة، وكأني أنا اللي خربت بيتي بإيدي. بعد الطلاق ما قدرتش أرجع أقعد مع أمي تاني. أمي ست غلبانة وعايشة مع أخويا الصغير، وأخويا كان بيجهز نفسه للجواز على الصيف، وكان بيشتغل ليل ونهار علشان يعرف يتجوز ويجيب بنت الناس تعيش مع أمي في الشقة. والشقة أصلا أوضتين وصالة على قد الحال. قلت في نفسي: يا واد، وسع لأخوك في الشقة وما ينفعش تروح تعيش معاه، مش كفاية إنك راجع ومطلق هتروح بقى تضايق عليهم الشقة وتلخبط حال أخوك؟ سبت الشقة اللي كنت مأجرها أنا وطليقتي، وقررت إن أنا أهج أبعد عن المنطقة دي كلها وعن أي حد يعرفني. ما كنتش طايق نظرة عطف ولا سؤال من حد. سافرت بعيد ورحت على أطراف القاهرة في حي شعبي بسيط جدا وكانوا ناس طيبين، وأجرت هناك شقة على قد الإيد، أوضة وصالة ومطبخ صغير، بس كانت طبعا بالنسبة لي قصر اللي هيداري فيه خيبتي. قعدت 8 شهور عايش كده زي الهربان، من الشغل للبيت ومن البيت للشغل، أطبخ لنفسي واغسل هدومي على إيدي واروق مكاني. مفيش صاحب يدق بابي، وما بخرجش إلا للشديد القوي أو اللي أنا رايح للدكتور. في الأول الموضوع كان يهد الحيل، بس مع الوقت اتعودت. البيت اللي سكنت فيه كان عامل زي عمارة شعبية كده من 4 أدوار، شققها كانت ضيقة جدا وأنا كنت ساكن في الدور التالت. اللي غريبة إن ال8 شهور دول عدوا من غير ما أعرف حد فيهم أبدا. هقابل جار في الممر مثلا أو على السلم أقول لهم سلام عليكم، يقولوا لي عليكم السلام، وكل واحد يدخل يقفل بابه على نفسه. لا قهاوي ولا سهرات، كنت عايش في الهامش كده، وده كان طبعا مريحني جدا علشان محدش ينبش في الماضي بتاعي. ساعات كنت برجع من الشغل أفتح الباب مطقش، البيت كله سكون غريب، مفيش غير صوت التلفزيون وأنا والحيطان. وفكرة الجواز دي شلتها من دماغي تماما بعد اللي شفته من الست دي. وفي يوم من الأيام صحيت الصبح كالعادة، فطرت وقلت اما اغسل كده كام حتة هدوم من بتوعي، غسلتهم وطلعت السطوح علشان انشرهم. وانا هناك لمحت بنت واقفة بتنشر، كان باين عليها كده الشقة والتعب. الغريبة انها كانت شايلة على ايديها طفل صغير رضيع، كان لسه يدوب حتة لحمة حمرا وبتنشر بالايد التانية. المنظر وجع لي قلبي وصعبت عليا جدا. جيت اتحرك علشان اساعدها او اشيل عنها الواد، بس رجعت في كلامي. قلت يا واد بلاش مشاكل، الناس هنا بتسوء الظن، ممكن يعني تفتكرني بتحرش بيها ولا بضايقها، او يطلع جوزها فجأة وندخل في سين وجيم. بس البنت كان وشها تعبان وبتبصلي بصة كده كلها رجاء ان حد ينجدها. سبتها ونزلت علشان اشوف اكل عيش في ليلة من ليالي الشتا كده، والمطرة كانت نازلة من السما زي السيول. كنت نايم في الدفا، وفجأة سمعت خبط على الباب. الساعة كانت 3 الفجر. جسمي كله اتنفض، وقلت يا فتاح يا عليم، مين اللي بيخبط دلوقتي؟ يا ترى امي جرالها حاجة ولا اخويا؟ بصيت في التليفون ما لقيتش اي مكالمة. فتحت الباب وانا عمال بقدم رجل واخر التاني، واتفاجئ بمين؟ البنت بتاعت السطوح، واقفة ميتة من الخوف وبتترعش وجسمها كله بيتنفض، وشايلة في حضنها ابنها الرضيع. عقلي ساعتها قال يا نهار مش فايت، دي هربانة من جوزها ولا ايه مصيبتها دي؟ قلت لها وانا مخدود كده: خير يا اختي في ايه؟ قالت له: هي عمالة بتنهج، ابوس ايدك ناديلي المدام بتاعتك. قلت لها: مدام مين؟ انا ساكن هنا بطولي ولوحدي مفيش حد معايا. اول ما عرفت اني لوحدي الخوف زاد في عينيها، وقالت لي: انا اسفه انا اسفه والله، حقك عليا ان انا قلقت راحتك في وقت زي ده. وجريت على الشقه اللي قصادي وقفلت الباب. عرفت وقتها انها جارتي الجديده اللي في الشقه اللي كانت فاضيه. فضلت موارب الباب بتاعي وببص لقيتها فتحت بابها كده تاني بسرعه، ولابسه عبايه وشايله الواد وجاريه بيه على الشارع في المطر والضلمه. ضميري ساعتها أنبني ومطوعنيش ان انا اسيبها لوحدها. لبست جاكتي كده بسرعه ونزلت وراها. لقيتها واقفه في مدخل الحاره كده مش عارفه تروح فين والواد في حضنها. قلت لها: يا بنت الناس قولي لي بس في ايه، علشان انا عايزه اساعدك. قالت له وهي عماله بتعيط: انا مش عايزه اتعبك، ارجع انت نام معلش. قلت لها: تعب ايه بس، انت خبطتي عليا والمنظر ده يعني ما يطمنش، قولي لي في ايه. قالت له وهي عماله بتعيط: الواد سخن مولع نار وبيموت في ايدي، وعايزه اروح اوديه مستشفى الدمرداش او اي طوارئ، مش عارفه اوصل للشارع الرئيسي في المطر ده، ومفيش تاكسي هيدخل هنا، لو تقدر بس تجيب لي تاكسي لحد باب الحاره.
وانا هدفع له. قلت لها اقفي هنا ما تتحركيش. جريت في المطره والوحل كده لحد الشارع الكبير، وفضلت واقف في المطر تلت ساعه كده لحد لما وقفت تاكسي وركبت معاه ودخلت بيه لحد باب البيت. فتحت لها الباب وقلت لها اركبي، وركبت معاها. قالت لي ارجع انت بقى يا اخويا كفايه تعبك. قلت لها اسكتي خالص دلوقتي، لما نوصل يحلها ربنا. وصلنا المستشفى، دفعت الحساب ودخلت معاها. البنت كانت حالتها تصعب على الكافر، لابسه شبشب بلاستيك في البرد ده وعبايه واسعه مش مقاسها خالص، وملايه لفه بيها الواد. كشفنا عليه والدكتوره قالت لنا ما تقلقوش، الواد بيستنن وعنده شويه اسهال، هم اللي مخلين حرارته مرتفعه كده. كتبت لنا على دواء وخرجنا. دورت على تاكسي بالعافيه وركبنا علشان ندور على صيدليه او طوارئ. وانا قاعد بقى قدام جنب السواق كده، لقيت البنت من ورا بتموت من التعب، عينيها حمرا ورايحه في النوم ومش قادره ترفع راسها. مدت ايديها وادتني 100 جنيه وقالت لي بصوت ضعيف كده حاسب السواق وهات لي الدواء يا اخويا، ولما نوصل البيت نتحاسب. قلت لها بعدين. جبنا الدواء ورجعنا على البيت. كانت الساعه 5 الصبح او بعد كده كمان. طلعنا على السلم وهي مش قادره تشيل رجليها. وصلنا عند شقتها. قالت لي شكرا يا اخويا، تعبتك معايا والله. قلت لها احنا جيران واخوات، لو عوزتي اي حاجه خبطي على الباب. قالت لي طب ثانيه واحده، ادخل بس ارتاح شويه. ساعتها انا ما ترددتش بصراحه، دخلت الشقه ولقيتها على البلاط، ما فيش فيها عفش يتشاف حتى، حاجه تكسر القلب. دخلت جوه عندها وجابت هي البوك كده وقالت لي حساب المستشفى والدواء والتاكسيات كام. قلت لها عيب عليكي، مش هاخد منك ولا مليم. لقيتها بتدخ وهي واقفه كده. قلت لها انت كويسه؟ قالت لي انا ما نمتش من يومين والواد مبهدلني والمفروض البس علشان اروح الشغل دلوقتي. ساعتها قلت لها باستغراب شغل ايه في المطر ده والواد يعني تعبان، هتسيبيه مع مين؟ قالت لي بنزله الحضانه جنب الشغل. قلت لها تنزلي الواد ازاي الحضانه كده وهو تعبان؟ هو ابوه فين؟ هنا نزلت راسها وقالت بصوت واطي انا مش متجوزه، الولد دوت يبقى ابن اختي. قعدت بقى تحكي لي حكايتها. انا شغاله في محل البان، بتغسل مواعين وتجهز القهوه والشاي من النجمه، وصاحب المحل بيسيبها تمشي الساعه 5 المغرب علشان تجيب الواد وترجع. سالتها قلت لها واختك فين وامك يعني فين؟ قالت لي اختي مسافره وظروفها صعبه قوي وانا ماليش حد في المدينه دي، وانا اصلا مش من القاهره. البنت كانت صغيره في السن وما يبانش عليها ابدا الشقه ده كله. سبتها بعد ما اخدت رقمها واديتها رقمي علشان لو احتاجت اي حاجه، ودخلت شقتي صليت الصبح ونمت. انا بشتغل بياع في فرشه كده في الارض، ببيع شرابات وحاجات بسيطه كده في العتبه، وعندي مرض السكر وباخد كمان انسولين، وده السبب الاساسي اللي خلى طليقتي تسيبني وتتهمني في رجولتي. لما كانت بتجيلي نوبات تعب ما كنتش بقدر اديها حقوقها الشرعيه. في اليوم ده ما نمتش كويس ونزلت اشتغلت كده في المطر، ورجعت بالليل كنت مهدود. فجاه بدات تجيلي غيبوبه السكر وجسمي ساب، ونسيت اخد حقنه الانسولين. ما لقيتش حد اكلمه، امي بعيده عني ومش عايز ان انا اخدها. ما لقيتش غير رقم البنت دي، كان اسمها امل. اتصلت عليها وقلت لها بكلمه كده متقطعه الحقيني. ما كملتش دقيقتين ولقيتها بتخبط وداخله جري كده وشايله ابنها على ايديها. شافتني بموت، اديتها روجيتا ومفاتيح الشقه. جريت على الصيدليه جابت الانسولين وجابت معاها شوكولاته علشان ترفع السكر. فضلت فوق راسي ليلتها، كانت بتاكلني وبتديني الدواء وبتراعيني، وكل ده وابنها على دراعها. ما نمتش دقيقه واحده. لما فوت ارتحت لها وبقيت افضفض معاها. حكيت لها عن مراتي الاولى وعن طليقتي اللي فضحتني، وقالت عليا ان انا مش راجل وسط اصحابي كلهم والحاره كلها. لقيتها عماله بتعيط بحرقه واتاثرت بكلامي. سالتها تاني بس انت ازاي يعني سايبه اختك ترمي عليكي كده الحمل ده كله؟ هنا انهارت وعيطت وقالت لي الحقيقه. يا اخويا ده مش ابن اختي، ده ابني انا كدبت عليك علشان ما تبصليش بصه كده ناقصه وتقولي ان انا بنت شوارع. وحكيت لي ان في واحد ضحك عليها باسم الحب وعشمها بالجواز بعد ما ابوها رفضه لانه قاسي، وسلمت له نفسها وحملت منه. ولما عرف قفل تليفونه خالص وقال لها اتصرفي مع ابوكي. وساعتها خافت من الفضيحه وهربت من البلد كلها. كانت قاعده في مركز ارياف في محافظه الشرقيه، وجت هنا مصر، وستات ولاد حلال ساعدوها لحد ما ولدت واجرت الشقه دي. انا صدمتني حكايتها بصراحه، بس صعبت عليا جدا وتاثرت بنقاء قلبها وانها غلبانه جدا ووقعت في الفخ ده. بعد اسبوع وانا بصرف عليها وبساعدها قلت لها يا بنت الناس العيشه دي ما تنفعش، اديني بس عنوان اهلك وانا هروح اكلمهم يمكن قلبهم يحن. رفضت وخافت ساعتها، بس انا ألحيت عليها لحد لما اخدت العنوان وسافرت الشرقيه. وصلت هناك للقريه لقيت بيت كبير كده تبارك الله، وحواليه ارض زراعيه وجناين برتقال. خبطت على الباب، طلعت لي ست كبيره باين عليها المرض. اول ما قلت لها انا جاي من طرف امل، الست وقعت من طولها وقعدت تعيط.
قالت لي بنتي فين يا ابني؟ هي عايشة؟ دخلت وحكيت لها على كل حاجة، والست فضلت تعيط وقالت لي أنا عايزة بنتي، مش مهم أي حاجة تانية، المهم إن أنا أخدها في حضني. استنيت لما أبوها جه، راجل هيبة كده وكان باين عليه إن هو قاسي جدا، بس عينه كانت مكسورة على بنته. قعدت معاه راجل لراجل وقلت له بنتك اتغدر بيها وصغر سنها وجهلها هم السبب، قدامك حلين، يا تحن عليها ونشوف حل، يا إما تنساها وما تلمحش تفها تاني. الراجل ساعتها نزلت دمعته وقال دي بنتي وحتة من كبدي، واللي حصل حصل، أنا مسامحها. رجعت القاهرة طاير من الفرحة وقلت لها أهلك مسامحينك وعايزينك. البنت فضلت تعيط وخافت ترجع لأنها طبعا مكسورة قدام الناس وعيلتها في البلد. بصيت في عينيها وقلت لها انت هترجعي وراسك فوق، هترجعي وانت مراتي. البنت اتصدمت وفرحت في نفس الوقت وقالت انت بتعمل كده شفقة يعني؟ ذنبك ايه تشيل شيلتي؟ قلت لها انا شريكي ومقتنع بيكي، وانت اللي هتداوي جرحي وانا هداوي جرحك. رحت لأمي حكيت لها وبركت لي. سافرنا الشرقية وكان لقاء الأم وبنتها يبكي الصخر، وكتبت كتابي عليها هناك وسط فرحة الكل. أبوها شالني فوق راسه لأن طلعت راجل في زمن قلت فيه الرجولة، ورفضت أخد منه أي مليم لأني كنت حبيت أمل وكنت عايزة أتجوزها بجد. رجعنا القاهرة، أجرنا شقة واسعة وبفلوسها كمان ومساعدة أبوها. عملت مشروع كبير وتجارة في العتبة، وربنا فتحها عليا ووسع رزقي جامد جدا. أمل عايشة معايا ومخلياني كأني أمير، بتخدمني وبتراعي مرضي وشايلاني في عينيها. دلوقتي مر علينا 4 سنين جواز، ربنا رزقنا ببنت سميناها حياة، وهي بتكبر مع أخوها الكبير. وعرفت وقتها إن ربنا لما حرمني من جوازتي الأولى كان بيمهد لي الطريق علشان يعوضني ببنت من الذهب تنسيني كل المرار. ومن يومها وبفضل ربنا ثم أمل نوبات السكر ما بقتش تجيلي أبدا، ورجعت صحتي أحسن من الأول، وبقيت عايش مع أمل أحلى أيام حياتي. وبكده تكون خلصت حكاية النهاردة معاكم. أتمنى لو كملت معايا القصة للنهاية أسمع رأيك في التعليقات، يا ترى اللي عمله دوت صح ولا غلط إنه سطر على البنت واتجوزها في الآخر؟ أتمنى أسمع رأيكم في التعليقات، وما تنساش تدعمني باللايك والاشتراك في القناة.